حكايتنا النهاردة عن الباشا اللي لما اسمه يتنطق لازم تشد ظهرك وتعدي لياقة قميصك وتترحمي على زمن الرجالة اللي بجد. حكايتنا عن مصطفى باشا النحاس. الحكاية بدأت منين؟ الحكاية بدأت من سمنود يا ست البنات، في قلب الدلتا سنة 1879. أبوه كان تاجر خشب، راجل على باب الله، بس كلمته سيف. ربى ابنه إن الكلمة شرف، وإن الحق حق صاحبه مش حق اللي يحكم. عشان كده طلع عوده ناشف؟ عليكي نور. الواد طالع صلب زي خشب المراكب اللي أبوه كان بيبيعه. حفظ القرآن وهو لسه عيل صغير، وده اللي خلى لسانه فصيح ومخارج حروفه مسطرة. طيب يا فنان، الولد الناشف ده وصل للقاهرة ازاي؟ ولا فضل في سمنود؟ يا بنتي المكتوب ممنوش هروب، وعيلته أصلا عروقها صعيدية، يعني الدم حامي. نزل مصر القاهرة ودخل مدرسة الحقوق واتخرج وبقى قاضي، ومش أي قاضي، ده كان بيحكم بالعدل حتى لو السيف على رقبته. أيوة بقى، الحتة دي بتعجبني. يعني ما كانش بيطاطي للحكومة؟ يطاطي مين يا أمينة؟ ده مصطفى النحاس، ده راجل ما بيعرفش يوطي راسه غير في الصلاة. ولما قامت ثورة 1919 كان هو دراع سعد باشا زغلول اليمين. الإنجليز شموا خبر إن الراجل ده خطر، قاموا ماسكينه هو وسعد باشا وشحنينهم على جزيرة سيشل. يا خبر، سيشل دي في آخر الدنيا. تخيل يا محمود، زعماء بحجم الجبال يترموا في منفى، لا أهل ولا ونيس. الغربة مرة يا زميلي، بس هم استحملوا عشان خاطر الست مصر يعني. بس الحب بيصنع المعجزات. رجعوا والبلد استقبلتهم استقبال الفاتحين، بس يشاء القدر إن الفرحة ما تكملش، وسعد باشا يسلم النمر ويموت سنة 1927. الله، اللحظة دي كانت صعبة قوي. مين يقدر يملى مكان سعد زغلول؟ الكل شاور عن النحاس، بقى هو رئيس الوفد وزعيم الأمة. بس خدي بالك يا أمينة، الشيلة كانت تقيلة والكتف كان مجروح. الراجل ده كان بيحارب في جبهتين يا وحش الكون، القصر الملكي من ناحية والإنجليز ولاد التيت من ناحية تانية. الله يحفظك يا محمود. بس فعلا الملك كان بيكرهه كره العمى، مش كده؟ عشان كان بيقول له لأ. الملك فاروق كان عايز حكومة على المزاج، والنحاس كان عايز حكومة على مزاج الشعب. يدخل الوزارة ويتشال والشعب يرجعه تاني، لحد ما جت سنة 1936 وعمل المعاهدة الشهيرة. معاهدة 36 دي بقى اللي عليها لغط كتير، ناس تقول حررتنا وناس تقول قيدتنا. بص يا أبلة، السياسة دي لعبة شطرنج. وقتها كانت خطوة لازمة عشان الجيش المصري يرجع ويقوى ومصر تدخل عصبة الأمم. هو خد القرار الصعب، بس استني، التقيل جاي ورا. إيه الصوت ده يا محمود؟ دي دبابات الإنجليز وهي محاصرة قصر عابدين في 4 فبراير 1942. أجبروا الملك فاروق إنه يجيب النحاس رئيس وزراء غصب عنه. يا نهار أبيض، دي كسرة للملك، بس كمان موقف محرج للنحاس إنه يجي على سن حراب الإنجليز. دي كانت الخنجر اللي وجع قلب النحاس. هو قبل عشان ينقذ البلد من دمار كان هيحصل، وعشان يمنع وصول الألمان لمصر وقت الحرب العالمية. قبل عشان الناس ما تموتش من الجوع، وخصومه مسكوها عليه زلة. قال يعني هم اللي وطنيين قوي. بس الراجل ما سكتش، مش هو اللي عمل مجانية التعليم؟ الله عليك يا مذاكرة. طه حسين كان الوزير، بس النحاس هو رئيس الحكومة اللي خد القرار. خلى ولاد الفلاحين والغلابة يدخلوا المدارس والجامعات، ودي كانت البذرة اللي غيرت وش مصر كله. طيب سيبك من اللي فات، أنا عايزة أوصل للحظة اللي الراجل ده غسل فيها كل حاجة، سنة 1951. ياه يا أمينة، دي اللحظة اللي التاريخ وقف فيها انتباه وضرب تعظيم سلام. النحاس باشا وقف في مجلس النواب وقوى عجوز وتعبان، وقال كلمته اللي هزت جدران المجلس. قال إيه؟ قال: من أجل مصر وقعت معاهدة 1936، ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها. الله، جملة توقف شعر الراس. يعني لغى المعاهدة اللي هو وقعها بنفسه؟ أيوة يا بنتي، مش بقولك راجل ذكر؟ وأعلن الكفاح المسلح. الشباب الفدائيين طلعوا يحاربوا الإنجليز في القنال ببركة قرار النحاس. مصر كلها كانت بتغلي لحد ما قامت حريق القاهرة وثورة يوليو. وبعد الثورة يا محمود، سمعت إن نهايته كانت حزينة. دي بقى الصفحة اللي بتوجع القلب. الثورة قامت، الأحزاب اتحلت، والراجل اتعزل سياسياً. عاش وحيد في بيته في جاردن سيتي.
الناس كانت بتخاف تسلم عليه عشان ما يتأذوش من النظام الجديد. تخيلي زعيم الأمة بيمشي في جنينة بيته يكلم نفسه ويكلم طيف سعد زغلول. ياه، جحود الدنيا بعد كل اللي عمله ده. الدنيا دوارة يا أمينة. في 23 أغسطس 1965 الروح طلعت لبارئها. مات مصطفى النحاس. الحكومة وقتها كانت خايفة من جنازته، منعوا الناس تتجمع. والشعب سكت. الشعب المصري أصيل يا بت، معدنه بيبان في الشدة. كسروا كل الحواجز. الجنازة ما كانتش جنازة، دي كانت طوفان. الناس شالوا النعش وخرجوا بيه من جامع الحسين. آلاف مؤلفة بتبكي وتهتف بصوت واحد: لا زعيم بعدك يا نحاس. يا بخت اللي يموت والناس بتحب الحب ده كله. بالظبط كده. دي كانت جنازة تليق بملك متوج على قلوب الناس، مش بس رئيس وزراء سابق. مات النحاس بس سيرته فضلت محفورة في حيطان وسواري مصر. سيرة راجل عاش ذكر ومات وهو بيعشق تراب البلد دي. الله يرحمه ويرحم كل اللي حبوا البلد دي بجد. والله يا محمود انت خليت جسمي أشعر بالحكاية دي. عشان تعرفي بس إننا ولاد بلد لينا تاريخ يشرف. يلا يا ست الكل، الوقت سرقنا والقهوة بردت. استنونا الحلقة الجاية في حكاية جديدة وشخصية جديدة. تصبحوا على خير يا مصريين وعلى وضعكم دايما. سلام يا زميلي.